ينظر المرء إلى تركيا تتراءى له رجاء أول مهمة قامت بها الحكومة التركية بعد الانتخابات، وهي تكثيف عدائها للكرد ومواصلة الهجمات في المناطق الحدودية. وإن الاحتلال التركي منذ أكثر من 5 أعوام يستمر بقصفه المتواصل على مناطق الشهباء، والذي يضم مئات الآلاف من المدنيين النازحين بشكل قسري. وإن في الأواني الأخيرة اشتدت حدة الهجمات من قبل الاحتلال التركي بالطائرة المسيرة والقصف المدفعي، حيث أن الأمس انتهكت كافة الأعراف الإنسانية بقصفها للمشفى في ناحية تل رفعت الذي يستقبل عشرات المرضى في ظل الحصار التي تعاني منه هذه المناطق، مما أسفر إلى جرح 4 مدنيين وواحد من الكادر التمريضي الذي يعمل ضمن المشفى. ونحن بدورنا كمؤتمر ستار ندين ونستنكر هذه الهجمات الفاشية، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف هجماتها الوحشية. بيجي برخو أدانا تل رفعت.